السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى طبعا جايين في حلقة جديدة وحلقة جميلة هتعجبكم قوي قوي قوي. النهاردة طبعا هنعمل مع بعض المخلل المشكل، من احسن الحاجات اللي الواحد ممكن يعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وما بتاخدش معانا وقت خالص، وفي نفس الوقت بتوفر علينا فلوس كتير جدا. بدل ما احنا نروح نشتري المخلل طبعا بمبلغ وقدره، لا احنا نعمل النهاردة المخلل في البيت بطريقة بسيطة بمكونات بسيطة جدا كانت عندنا في التلاجة. طبعا انتوا عارفين ان الموسم بتاع اللفت الفترة دي ما شاء الله اللفت كتير جدا، وموجود برضو في السوق الخيار وموجود الجزر وموجود القرنبيط وكل حاجة متوفرة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، انا عشان ما اطولش عليكم فجهزت كل الحاجات بتاعتنا اللي احنا هنستعملها في المخلل. قطعت كل حاجة وجهزتها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده بالظبط. قطعت كل حاجة وحطيت كل حاجة كل نوع لوحده، بحيث ان انا اعرف اظبط المخلل بتاعي واحطه واحدة واحدة كده بنظام معين في نفس الوقت هيديني شكل حلو ويفتح نفسي كده ايه على الاكل. طبعا زي ما انتوا شايفين بقى القرنبيط انا فصصته. طبعا انا ما خدتش القرنبيطه كلها، انا خدت بس من الداير بتاعها كام واحده كده. ومعايا هنا البنجر برضو قطعته بالشكل ده، لان طبعا انتوا عارفين فوائد البنجر دي جميله جدا ومفيده جدا. يعني ميه المخلل حتى كمان يعني هنشربها كمان يعني من حلاوتها، بصراحه كانت فوق الممتازه. طبعا زي ما انتوا شايفين كده كل حاجه جاهزه معانا. انا ظبطت كل حاجه لوحديها وغسلت كل حاجه لوحديها، وكل حاجه جاهزه ان احنا نحطها في البرطمان. طبعا احنا معانا البرطمان بتاعنا، جبناه وغسلناه وعقمناه. غسلناه بميه سخنه بحيث ان هو يبقى متعقم كويس، ونشفناه برضو كويس. وهنبدأ بقى ان احنا ايه ننزل بالمخلل بتاعنا واحدة واحدة. طبعا انا هنزل بقى الاول ايه بطبقات كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ احط كل مكون لوحده. كده انا نزلت باللفت الاول وبعدين هنزل بالخيار. ومعايا هنا القرنبيط، انا بحط طبعا كميات بسيطه، انا كان عندي الكميات دي كلها موجوده، كلها كميات بسيطه جدا. اللي انتوا شايفينه ده دي العروق بتاعه الورق بتاع البنجر. طبعا انا ما برميهاش خالص، انا بستخدم العروق بحطها في المخلل، بتبقى زيها زي عروق اللفت بالظبط، وفي نفس الوقت بتديني طعم حلو جدا وبتديني فايده برضو كويسه جدا في المخلل. يعني انا بستغل كل حاجه، انا ما برميهاش. طبعا هنزل بقى بالمخلل بتاعنا ده طبقات كده ايه واحده ورا واحده. زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اهم حاجه لو عندك سكينه من بتاعه المخلل، طبعا انت بتقطعي بيها المخلل لسبب واحد، ان انت يبقى ايه عامله المخلل بتاعك بشكل جمالي. وفي نفس الوقت اطفالنا الحلوين يحبوا ان هم ايه يعني شكلهم كده يفتح، يعني شكل المخلل قدامهم كده يفتح نفسهم على الاكل. وفي نفس الوقت الالوان بتاعه المخلل دي كلها برضو تشدهم وبتبقى حلوه ليهم. ومعانا بقى بنجر برضو حلو مفيد جدا ليهم، سواء الراس بتاع البنجر او العروق، دي كلها حاجات برضو مفيده. لان احنا طبعا مش هنحدق المخلل بتاعنا قوي، هيبقى ملح خفيف فمش هيبقى مضر ولا اي حاجه. طبعا انا هكرر كل ده كده كل شويه، هعمل نفس الحاجه اللي انا بحطها دي حاجه ورا حاجه، بحيث ان انا اكمل البرطمان بتاعي للنهايه خالص. طبعا انت بتجيبي حجم البرطمان على قد الكميه اللي انت هتستعمليها. انا جايبه طبعا برطمان كبير، لان انا عامله برضو كام كميه كده، فطبعا هيدوني حجم اكبر، فانا استخدمت البرطمان الكبير ده. طبعا هفضل بقى اكرر نفس الشيء لحد ما اخلص الكميه الموجوده عندي كلها. طبعا انا استخدمت كميات بسيطه ما كترتش، يعني معايا الجزر كان كميه بسيطه، وكان معايا برضو البنجر كميه بسيطه واللفت والقرنبيط. انا القرنبيطه دي ما شاء الله يعني استعملتها للمخلل واستعملتها كمان للاكل. يعني انا خدت الداير بتاعها بس اللي هو بيبقى مفرط شويه، استعملته للمخلل، وبقيه القرنبيطه دي انا عملتها ايه قرنبيط مقلي كده زي ما احنا بنعمله في البيت. والخيار كمثل، يعني حوالي نص كيلو خيار، حوالي نص كيلو جزر، كل الحاجات دي كميات بسيطة. والفلفل برضو حوالي ربع كيلو اللي خدته، يعني مش كتير. وفي نفس الوقت في النهاية جمعت مجموعة كده من التشكيلات اللي انتوا شايفينها دي، عملت معايا برطمان محترم. وطبعا هتوفر عليا وقت كتير، وهتوفر عليا ان انا اشتري من بره، وهتوفر عليا ان انا اجيب حاجة من بره معرفش مصدرها ايه. طبعا انا مخليه الحاجة بتاعتي في البيت، وفي نفس الوقت طعمها حلو وحاجة مضمونة وحاجة موثوق منها. خضارك انت اللي مقطعاه وخضارك انت اللي غسلاه ومظبطينه في البيت. وان شاء الله بقى المخلل بتاعنا ده يعجبكم قوي.
بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. حاجة كده ايه، عظمة من الاخر. اهم حاجة بقى ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وكومنت حلو منكم كده يدعمنا كده ويشجعنا عشان ننزل لكم فيديوهات كتيرة. وفي نفس الوقت ننشط برضو القناة، لان الفترة دي انتوا عارفين طبعا في تحديثات، والدنيا برضو ايه هادية قوي قوي، فعايزين نشغل برضو ايه القناة وننشط الدنيا مع بعض ان شاء الله. معايا بقى هنا الخطوة التانية اللي احنا هنعملها. زي ما انتم شايفين بقى كده، انا بدأت ان انا اجيب المية بتاعتي. انا المية بتاعتي دي طبعا جايباها مية مفلترة. يا اما تجيبي مية او تغليها وتسيبي المية لما تبرد. المية لما تبرد خالص تجيبي بقى فيها معلقة سكر الاول. طبعا السكر ده بيحافظ على ان المخلل بتاعنا ما يريمش، وفي نفس الوقت بيدي المخلل بتاعنا قرمشة كويسة، ما يبقاش طري، يعني يبقى فيه قرمشة كويسة. طبعا انا معايا الملح، هنزل بكميه الملح اللي انا عايزاها. طبعا انا هخليه ملح خفيف، فمش هكتر الملح بتاعه، بحيث ان احنا ناكله يعني ايه ما يضرناش في حاجه، وفي نفس الوقت لو الاطفال كلوه برضو ايه ما ياثرش معاهم في حاجه. انا نزلت طبعا بالملح. اهم حاجه برضو الملح يكون خشن، بحيث ان هو ايه الخشن بيبقى احسن شويه من الناعم. طبعا هقلب بقى المحلول الملح بتاعنا ده تقليبه كويسه. ومعايا هنا بقى البنجر ده اللي فايض مني. انا طبعا حطيت بنجر برضو ما شاء الله كتير قوي في البرطمان مع المخلل بتاعنا، وهنزل برضو بحتتين البنجر دول عشان يلونوا معايا الميه. وبعدين ايه هتدينا برضو شكل حلو ولون حلو. ومعايا هنا الشطه دي احنا كنا مفرزينها قبل كده مع بعض. طبعا هنزل بحته شطه برضو عليه كده ايه، بتديله برضو طعم حلو للمخلل، وبتديله برضو لون كويس جدا وريحه برضو حلوه. طبعا انا هقلب كل المقادير كلها مع بعضيها. محلول الملح بتاعنا ده يعني حاجه كده ايه جميله من الاخر. هقلب بقى المحلول كويس جدا، بحيث ان انا ادوب الملح فيه قوي، ما يبقاش فيه ملح في القاع بتاع الطبق يعني معانا. وهبدأ بقى ان انا اخد من المحلول الملحي ده وهنزل بيه على المخلل بتاعنا. المخلل بتاعنا طبعا مش هيقعد معانا حوالي يومين 3 كده وهناكل منه على طول. انتوا عارفين ان هو ما بياخدش وقت معانا خالص، وفي نفس الوقت عشان هو متقطع برضو قطع صغيرة، فمش هياخد معانا وقت في التخليل خالص، يعني يومين 3 بكتيره وهنبدأ ان احنا ناكل منه. هبدأ بقى ان أنا احط الكمية كلها، بحيث لحد ما اغطي الايه الكمية المخلل بتاعتنا. احس ان المحلول الملح بقى ده وصل للنهاية خالص، وغطى الكمية بتاعتنا خالص. زي ما انتوا شايفين كده انا سقيت بقى المخلل بتاعنا بمحلول الملح اللي احنا عملناه مع بعض بالشكل ده. بصراحة شكله جميل جدا، وشكله يفتح النفس كمان قبل ما يتخلل كمان بقى بالشكل ده. ما شاء الله شكله جميل جدا، يعني هو مش عايز كلام، يعني هو بيتكلم عن نفسه. وبقى معانا احسن برطمان مخلل كده في الدنيا، يستاهل بقكم. شكرا ليكم على المتابعة.